يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم أعزائي المتابعين. اليوم وصفتنا سريعة جدا، الغدا للمستعجلين. عرايس اللحمة الكل بيعرفها، وتحضيرها بالبيت بيكون أذكى بكتير. نبدأ بسم الله بتحضير الخضار. نطحن الخضار للحمة: بندورة، بصل، فلفل حار وبقدونس، وكمية قليلة من الثوم. وما ننسى طبعا صلصة البندورة. رابط تحضير الصلصة في صندوق الوصف. منضيف اللحمة والنوع اختياري، ممكن لحمة عجل بس، أو نخلط مع لحمة العجل لحمة خروف أو ماعز. بعد ما نضيف البهارات بنخلطه بشكل ممتاز، وممكن نعجنها بالإيد كما بالفيديو. الآن نستخدم الخبز العربي للعرايس كما بالفيديو. نجهز خبز العرايس ونملأ الحشوة ونفرد طبقة رقيقة حتى تستوي بالفرن كما بالفيديو مع شرائح البندورة. نتخلص من الكمية الإضافية لأن الزيادة ما بتستوي كما يجب. رشة ملح ورشة فلفل، قليل من الزيت ورشة ماء للترطيب لأن الخبز جاهز. نضع في صينية الفرن، وتحتاج فقط 3 إلى 4 دقائق لكل جانب، وتكون جاهزة على حرارة 250. الآن نجهز سلطة المشاوي. سلطة البيواز، هاي السلطة اللي بتعطي طعم مميز للعرايس. شوفوا هاللون والتحمير والتحميص، أروع وجبة غدا بأقل من ساعة. كان معكم بيسان مقدمة القناة. لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، وأهم إشي تفعيل الجرس. بحبكم كتير، بوسات كتير، باي.